علينا أن نهزمه أيديولوجيا، علينا أن نهزم الفكر المتطرف، علينا أن ننشر التعليم، علينا أن ننشر الإسلام المتسامح. اسكت كان في دواعش فتظاهرت من الدواعش والحمد لله هسه المنطقة أمينة. دق على اليمنى يلا سامر. ايش قد داعش موجودين؟ اي 60 70 الكل يتراقب النوافذ مالتها. It's got to be maybe 60-70 meters away. There's an ISIS-held building and they're firing at us. سقط هاون باتجاه ساعة 11. Vice News travelled to Iraq with the Golden Division, Iraq's special forces, as they launched an offensive against the Islamic State in the western province of Anbar. العدو كل ما احنا نتقدم هو دا يرجع للخلف. For 2 years, the Islamic State has controlled most of Anbar, but now, one by one, the towns and cities are being taken back. The target of the Golden Division is the strategic city of Heat, gateway to the IS stronghold of Fallujah. But to get there, they'll have to clear the IS-held villages surrounding it. It's a difficult task. Anbar is the crucible of Iraq's insurgency, the country's Sunni heartland, hostile to the Shia-led government. Leading the convoy to recapture the city of Heat is Major Salam. He has served with the Iraqi Special Forces for over a decade. بالإضافة إلى أهميتها كعقدة مواصلات، هيت مدينة تاريخية. أهمية هيت تكمن في أنها هدف قطع إمداد العدو. أولا هي معقل رئيسي لو تم السيطرة عليه سيعني تحرير ارتفاع الروح المعنوية لكثير من المقاتلين. Although most Islamic State fighters have fled this village or been killed, Major Salam and his unit are rooting out suspected collaborators and informants that have been left behind. أكثر من 3 قالوا وياهم. رجعناك كلبشة بالعجل. يعني بس أجيب لك مستمسكاتي وأنا منتسب ترى. ضع. مستمسكاتي هاي موجودة بالبيت. مين هذا؟ سعودي قطري؟ والله أفغانستان. حلاوة. عدل جديد. لا حد ما حد يضرب هذا. اوكي. So these are the first Iraqi soldiers to enter the village of Cherry for 2 years, which has been under the control of ISIS. Right now, Major Salam is meeting with the village elders. كان في دواعش فتظاهرت من الدواعش والحمد لله هسه المنطقة أمينة مؤمنة ولو الحمد لله أنا لا عبوة. To find IS agents, Major Salam relies heavily on local intelligence. كون عندك ابني إذا ماليهم وماشيهم قسما وعظما لأقول لك ابني مش هو. This woman tells him that her son was killed by the Islamic State, aided by local collaborators still present in the village. تندلين بيته؟ اي نعم هو سلم ابنك دمه ما يروح حدا هو اللي كان موجود نجيب الشيال وراء السلام راح يفوتن سهله يلا ابوي يلا ابوي. A local sheikh leads them to the home of the suspected men. زين انا ما جاي اعشق وتعرفني الله منك براء الاسلام منكم براء شوهتوا الدين شوهتوا الاسلام كل شيء نعرف. والشيعي سميته رافضي والكردي سميته زنديق
واليزيديه اخذتوها سبايا. هاي انتم لا تحكي لي ابن امياد ليش قتلتوه؟ ليش ذبحتوه؟ انا قتلنا؟ اي طبعا انتم ما قتلتوه، بس انتم اللي دليتوا عليه. والله لا انتم الله منكم براء. عدنان اعلمك شلون تضحك، الا كسر سنونك بحلقك. اعلمك شلون تضحك. اعلمك تاخذوهم تشتفوهم فورا، روحوا للجامع كلهم. يلا انتم ارهابيين ودواعش باعتراف اهل المنطقه. يا الله. Residents claim that this family also ran the Islamic State Media Center, screening recruitment videos and indoctrinating the village's youth. The Major has ordered all remaining military-age males to gather outside the local mosque. الحمد لله على السلامة. منطقتكم هذه بضاعتكم ردت إليكم. بارك الله. زين؟ بارك الله فيك. جينا نقول هذا خبيث وهذا طيب. ندققكم وعدها الأسماء. خلي ويا داعش، خلي يقول لي أنا ويا داعش. لا يستحي بعد. رعد حمود ناصر. هذا جوه. هذا جوه بسمعهم. اياد علي ناصر. جوه عند القوات الامنيه. حمد الله حميد صالح. هذول جوه. اسماعيل بردي. لا خلي واحد يروح يجيبه. خلي واحد موجود هنا. وانا اسماعيل. نعم انا موجود. انا زكيني حماد، كنت نقيب بالشرطه وياه. حماد زكيه. ما له علاقه. اسال المنطقه هاي كلها اذا طالع في يوم من بيتي من جو الدواعش. اسماعيل بردي شو تقولون عليه؟ شنو عندك؟ داعش. كل هاي الاسماء عندك داعش، الاسماء عندك كلها داعش. اسماعيل البردي الهيشان مراقب اخويا طلع يجيب لي حميم حياه البزيدان ويخاف. اسماعيل بردي هسه داعشي لو لا؟ لا بالله داعشي. وبيحكم عميس. Major Salam relies on the council of the local population to determine if his list of suspects are guilty or not. محمد عواد، محمد قصي عواد. بحد يحكي هذا داعشي لو لا؟ ليش تسكتون عن الحق؟ انتظر داعش، انتظر بعد. داعش عمي انا عارفه شفت عليه داعشي. شفت بعين. واقف. انا بايع اخذ ثار. ثار يا شهيد. ثار يا شهيد. Prisoners are divided by level of importance, then taken to Baghdad for processing and interrogation. والله ماكو. شوف رجعوني بيتي رجعوني داخل الحاسب رجعوني توجعني. ها ويعلمون المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Whether or not these residents are guilty, their fate now rests in the hands of Iraq's intelligence agencies. So for the last couple of days, we've been clearing out the villages surrounding Heat. There's only one more left. His name is Mohammadi, and that's where we're heading now. It's the fiercest resistance we've seen in the areas around Heat so far, and it's a worrying sign about what we'll find in it. أحمد مش تخلي بيتك قدامك الشباك. أحمد ركز رمايتك يا أحمد. سيارة جدي، سيارة أبيضة، سيارة أبيضة 12. We spot a car speeding towards us. Alright, this has been pretty insane and not what we expected at all. And then just a few seconds ago, a car bomb was driving towards us. And thankfully, an incredibly sharp shooter up at the Tolka managed to kill the driver before it hit us.
شيء يجي بالسيارة. وين؟ هاي. محمدي على اساس هي راهنوا وعليها انه خط صد قوي بعرب الجنسيه، باجانب، بافغان، بعراقيين، احتمال اكيد بعراقيين من المنطقه يعني. بس الحمد لله انتم شفتوا النتائج كلها تصب بصالح القوات الامنيه، سياراتنا صالحه وجنودنا كلهم كاملين، ما عندنا اي خير ولا عندنا جرحى ولا شهداء والحمد لله والشكر. So the first stage of the operation to recapture Heat has been to liberate the villages surrounding the city. Now the first couple we went to, we were treated like liberators. And then today, we rolled into the town of Mohammadi. And unlike the previous towns, everyone who sees us driving past hasn't waved hello. In fact, they've turned their backs. I think it's safe to say that the people living in this area feel that they have a much stronger affiliation with IS than they do with the Iraqi government. The Major's unit have captured a young IS militant. His role was making improvised explosive devices. فلا تشعر بالمهم انت بمحنه تطلع من محنتك، اذا تعاونت ويانا حتطلع من محنتك هذه. العمل شلون تسوون السبحه؟ متلفه كان سيدي؟ هاي منا تشعله بجداحه. تشعله بجداحه منا. اذا عندك منا سيم لخيتها جداحه شويه عمليه كفاش جدا. قد تستغرق عمليه صنع سبحه واحده؟ ساعه ونص. ساعه ونص. ساعه ونص وشغل دقيق جدا. وش قد مطلوب منكم تصنعون سبح باليوم؟ إذا تصنع 5 باليوم أنت ملك. أنت ملك إذا تصنع 5 سبح. الشياب ما يعلمونهم، يقول لك هذول عيونهم منتهية. إيش بيهم الشياب ما يعلموهم؟ إي ما يعلمونهم. ليش؟ يقول لك هذول ما يفيدون. ما يفيدون، يعلمون الشباب. إي الشباب. شنو كانت رغبتك إنها تصير؟ قبل ما أنت شاب بعدك، شنو كان رغبتك؟ قلت أكمل دراسة يعني. كمل دراسة، ليش أنت انتميت للدولة الإسلامية؟ قلت الوقت الله يطلعون لبغداد أكمل دراسة. ما صار الحكي. يعني على اساس الدوله الاسلاميه تطلعك لبغداد؟ ناخذ بغداد وانت تروح تكمل دراستك ببغداد. طلعت من المدرسه توكلت على الله وقلت حنتمي للدوله الاسلاميه واقتنعت او ما اقتنعت، المهم رحت للدوله الاسلاميه. هم لقد وجدنا الكثير من الأطفال الذين فجروا أنفسهم تجاه قطاعات الأمنية. نحن بصراحة قبل أن يكونوا أعداءنا نشعر عليهم بالحزن لما وصلوا إليه من مرحلة في هذا الفكر من حيث تفجير أنفسهم ومن حيث Following Major Salam these last few days, one thing that's been very apparent is a very active effort to engage with the local population and tribal elders. He forms relationships with them, tries to get food to them, shelter with them, and also more importantly try and get intelligence from them. عندنا بعض العوائل النازحة الموجودة في منطقة في هذه القرية من محافظة الأنبار. بعض هذه العوائل لن ترجع إلى مناطق التي تم تحريرها بسبب تفجير منازلهم من قبل تنظيم داعش. نقوم حاليا بإيصال بعض المساعدات البسيطة التي استقطعناها من أرزاقنا وأرزاق مقاتلينا بغية إطعام هؤلاء الأطفال الذين هم بحاجة ماسة إليها. وايد يرغبون يعني حبيبي حبايبي مو هيك شيء تكفون عادي وما اعطيكم عادي لا تجي ما اعرف مو خو بردانين حجيه؟ لا يا خي والله بردانين. حجيه حضرنا لك بيت وهسه ليش ما بقى وياك حجيه؟ ليش ما خليتيه؟ وين بابا زمن؟ الله يخليك اياها. قد عمرها؟ ها؟ 5. ياهو اللي يسجل بالمدرسه ما خلوكم تسجلون بالمدارس؟ ضاعت المدرسه. اخوي احنا وين المدرسه؟ بعيد عمارنا منهم يفك الحانه. وين المدرسه؟ ان شاء الله حجيه ما في شيء. What he's doing now is using his forces to take them in pickup trucks to ISIS houses that ISIS have abandoned to give these families shelter and a place to sleep. يلا سعد روح. يلا
والله عمي جزاكم خير من تشعرون بالناس. خير يا حجي، هو هذا واجبنا احنا، بس اكو امور انسانيه. ساعد. عندنا بيت اخر. بس ما رجعنا يا أنا متزوج وعندي طفل واحد. دائما كانت حياة الزوجية حياة مضطربة بسبب العمل العسكري، من الصعوبة أنه يعيش الإنسان دائما بعيد عن رؤية زوجته ورؤية أطفاله. والله المستقبل خير من قبل كان دواعش دمرونا والله، بيوتنا فجروه، قاعين الشوارع الأقامات، الجقارة على الشارع. الله يرحمهم يا الدواعش ذولي. قبل الجقارة ما حيشربها على الشارع، التليفون ما يخلون أحد يشغله، اللي يشوفونه يستخون جلده. من وقف الدولة الإسلامية صارت جهاز مكافحة الإرهاب للعوائل المدنية. نعم. باشر أريد تلمسه هذه إن شاء الله. Major Salam's approach to winning hearts and minds is working. Locals pass on intelligence about an Islamic State tunnel on the outskirts of their village. We join the unit as they headed out to investigate. As they begin their search, a local man arrives saying he has important information for the Major. يا ابن الحلال انت عشت. بس انا جيتكم شي واحد. هذا البيت كانوا يترددون على ذاك البيت الغيدان. خافوا نفخر. شفت اشكالهم؟ لا والله. ابد ما اقول لك جيبي. ما اقدر التقي بيهم. لا اشوفهم من بعيد. انا بيت لك يا بعيد، وهذا بيتك وهذا بيتك غير. هذا النفق. عندكم علم يعني عندهم هذا الهيكل دم. لا تخبهم يا حجي. والله مو خبر. بيتك بصب بيتهم. نعم. من كانوا يترددون بس اقطع لي الكلام. وين اروح حجي؟ اسمعني، من كانوا يترددون انا ما اقول لك وين تروح. هم قوة. وانت قاعد ببيتك. ايوه. احكي لي شنو تشوف؟ دواعش. ايوه ادري الدواعش شلون شكلهم؟ العبسين اللي اسود واللي قندحاري ما ادري شلون قايل واللي اشكال. ما عرفت احد بالمنطقة دي؟ لا والله. اظلم حظي واقول عرفت. والله لو عارفه لو انا ابني لو اقول لك. شنو البيت؟ مال من؟ بيت مال واحد شرطي. مال واحد شرطي؟ ايه. فخخي؟ والله خاف. Despite the potential risk of booby traps, Major Salam and his men enter the suspected building. احمد تدري جو اللحاف شكله. لا مو هذا، مو على كيف. على كيفك محتفظ. الرفع على كيف. مبدئيا اللحاف اللي كان رفع. هذا سلك العتبه؟ في سنه سيدي. ايه دقوا منا ومنا. وتل بالحائط تشييد راسه. هاي They secure the home and find the militants have fled. By removing their beards, Islamic State fighters can blend into the local population, making it harder for Major Salam to identify and arrest them. The Islamic State may have been defeated on the battlefield in Mohammadi, but the harder task will be reinstating the rule of the Baghdad government and holding the ground. Major Salam's civil engagement has so far proved effective, but as his Special Forces unit advances towards Heat, they leave behind a holding force of undisciplined paramilitary units known as the Hashd al-Shabi, or Popular Mobilization Forces. Their arrival in Mohammadi has already caused a problem. مباشرة حشد ما حشد عقيد فرحان ما عقيد لو عميد الله طاب على بيوت العالم ما اخذ قناني غاز من اطلع. Locals have complained that the paramilitaries have already been abusing their power, looting homes and stealing property. شبابنا
خيرة شبابنا يلا ارجعوا دورياتكم. اي واحد نطيت امر بدون تنسيق ويانا ينضرب مباشرة اطلاق نار عليه. يلا يلا عشان احنا جايكم تأمنون العالم. لا مو بدلتك هاي يلا. خذ الرمان لا تعطي ولا رمانة بعد. The fact that offences like this are being committed whilst the Iraqi special forces are still present in the area raises the question of what things will be like when they leave. In a former IS building, Major Salam and his men find a discarded mobile phone belonging to an Islamic State fighter. هذا فيديو اللي أحد المواطنين اللي تم اعتقالهم من قبل تنظيم داعش في داخل هذا المنزل، وتم العثور عليه في داخل هذا المنزل، ومع تحقيق مع أحد المواطنين ومن ثم قتله. وين محمد اسد؟ ولا ترى قام يجيب لك انت؟ صار لك كم سنه يجيب لكم؟ صار تقريبا نفس القنفات بس شالوا الفراش، كان الفراش يختلف شالوه. The interrogation took place on the floor in front of us. بردات نفس البردات، إذا تلاحظ البردات نفس البردات. هاي الأصفاد لقيناها، هاي الأصفاد شوف. قتل إنسان بريء بمجرد الاشتباه به. الردانة شلون يعاقبون الناس يحاسبون. شو اسمك؟ ها؟ يلا غازي. Meanwhile, a group of locals have detained 3 men they say belong to the Islamic State. A village elder is asked if he recognises them from the region. والله ما دوعت انا، هذا ما منتسبين اثنين ثلاث Like the rest, the men will be taken to Baghdad, biometrically scanned, interrogated and checked for jihadi activity. It has been 4 weeks since we joined Major Salam as he advances towards Heat. Vital to the Islamic State supply lines, the city is said to be defended by hundreds of militants. Tomorrow morning, the final assault will begin. So in a few hours, you're going to be waking up and you're going to liberate Heat. That's the plan. And it's guaranteed to be a dangerous mission. How do you feel? Scared? Excited? منتظرين الوقت، شو وقت يجي نريد بس نتوكل. What is your wife, your kids? They're not worried? تعلموا عليه، صار لنا 3 سنوات مقاتل داعش كل العراق. فصار طبيعي، يعني شيء طبيعي انه اروح للدوام، ارجع او ما ارجع عندهم هم علم. يعني يتوقعون بكل الاحوال انه اذا التحق بعد اخر التحاقيه ما اجي. انا بالرمادي بتحرير مال زنقوره. واحد بالطريق. اي كان عندنا التقدم ورميت دق التليفون مالتي. بعد التليفون لقيت والدي يتصل علي. بس شو قال الخير بركه صار عندك ولد. بحيث اذا انزل للبيت اضوج اريد اجي. ذاك اليوم 3 ايام نزلت بس اريد التحق. كل شو كنت تجي تخلص الاجازه على مود التحق. وهسه اذا يقولوا لي انزل همين اضوج. كمل هيت يلا. I think Daesh will be defeated on the battlefield in the next year. But then what do you think will happen? Do you think there'll be peace? لا ما راح يستقر، هم نفس الحالة. راح تصير الشرطة مالتهم والحشد هم ثارات وتضل بيناتهم هم. بعد ما راح نطلع يرجع القتل ما راح تصفى. راح تصير ثارات، اشتغلت ثارات انه انا مفوج من فلان وانا صرت بالحشد وبيجي سلاح لو بالشرطة اروح اقتله واروح.
approaching the city of Heat. Our point of entry is this very thick tree line. The first vehicles in our convoy have been hit with sniper fire, PKC machine gun fire. There's been some RPGs coming in, and the tanks and the Humvees have been returning fire with their heavy weapons. But it looks like there's still some movement going forward, and we might be able to push our way through within the next hour or two. Coalition aircraft and Iraqi helicopters have been spotting ISIS firing positions along this tree line just here. دق على اليمنى دق على اليمنى دق على اليمنى يلا سامع ليش الخضرة سيدي ليش الخضرة The information we've received is that most IS fighters have retreated. We still seem to be getting some incoming fire. وين تضرب الدبابة؟ اخذ بعد يمنى علي. دقها حتى قبل ما يكمل ذا دقها. As we begin to enter the suburbs of Heat, it is unclear how many fighters still remain. The Major must secure this area before moving forward into the city centre. اي شيء شوف ناديني اي شيء صايحني راح اشوف الشيء اوكي. They had a big success today. The convoy managed to sort of thrust its way through into the suburbs of the city, and if this momentum continues, they should be inside the center of Heat by tomorrow. داعش وجه لجبهة النصرة، وجهة النصرة وجه للقاعدة، وكل هذه هي أفكار ظلامية، أفكار فاسدة، أفكار متخلفة لا أعرف كيفية السيطرة عليها بالطريقة العسكرية وحدها. هذا شنو بالمدنيين؟ هذا عائلة، هاي عائلة. علينا أن نهزمه أيديولوجيا، علينا أن نهزم الفكر المتطرف، علينا أن ننشر التعليم، علينا أن ننشر الإسلام المتسامح. Being on this journey so far has kind of been like watching Baghdad invade Anbar province, which is Iraq's Sunni heartland. Now Daesh, IS, they didn't come out of nowhere. They merely took advantage of this area and this community's feeling of marginalization and separation from the government. All these tanks and Humvees and armor, I'm sure, will capture Anbar for now. But to hold the ground, Baghdad and the government needs to really send in convoys of employment, investments, and an opportunity in the new Iraq. "48 hours later, Iraqi special forces capture the centre of Heat, cutting off vital Islamic State supply routes and paving the road to Fallujah.